اكتر حاجه بنلبسها في الشتاء من بدايته لاخره هي تقريبا الهدوم الصوف بكل اشكالها، سواء بلوفر او هاي كول او فيست او كارديجان. النهارده هقولك على 3 نصايح تحافظ بيهم على هدومك. اهلا بيكم اجمد وعشك رجاله في الدنيا، معاكم محمد سليم. لو دي اول مره تشوفوني اعملوا سبسكرايب وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم اشعار بالفيديوهات الجديده. من اول ما الجو يبتدي يبرد وندخل في الشتاء، اول حاجه بنبتدي نلبسها هي الهدوم الصوف، سواء بيزك او كارديجان او في وتحت منه قميص. ندخل بقى في عز الشتاء والساعه نبتدي نلبس جواكت فوق كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها، وفي نهايه السيزون بنبتدي نخفف شويه ونرجع للحاجات اللي احنا بدأنا بيها في اول الشتاء. يعني من الاخر اكتر حاجه بتتلبس من اول ما نبتدي الساعه لحد ما نخلص الشتاء والجو يبتدي يتظبط شويه. عشان كده هقول لك على 3 نصايح تحافظ بيهم على هدومك. وهنبتدي باول مرحله وهي مرحله الغسيل. دايما خلي الهدوم مقلوبه وانت بتغسلها، وبلاش ميه سخنه، الميه الساقعه او الفتره افضل بكتير، وبلاش اي مبيضات او مواد كاويه زي الكلور. المسحوق العادي كفايه جدا. وبعد ما تخلص وانت بتنشر خلي مكان المشابك يبقى من هنا، عشان الهدوم وهي مبلوله بتتقل، فلو نشرتها من هنا او العكس التقل كله هيبقى لتحت، فمع الوقت هتلاقي الهدوم وسعت وهرولت وباظت. لكن كده في نص الهدوم انت بتعمل بالانس في التقل، فبتحافظ على الهدوم اكتر ومش بتوسع. وحاول تعمل الطريقه دي عموما في هدومك كلها. تخيل حاجه بسيطه زي المشبك هتفرق قد ايه ان انت تحافظ على هدومك. تاني نصيحه، وارد جدا الهدوم تعمل وبره، وعشان تشيلها وتحافظ على هدومك في نفس الوقت بلاش الطرق القديمه بتاعه الشفره. ممكن تستخدم بدلها جهاز ازاله الوبره، سعره مش غالي وهيحافظ على هدومك احسن من الشفره بكتير. ولو لسه ما شفتش الريفيو اللي عملته عن الجهاز ده ممكن تشوفه من الاي اللي هتظهر هنا واللينك في الديسكربشن. تالت نصيحه، اوعى تعلق البلوفرات بتاعتك بالطريقه دي، عشان مع الوقت هتلاقي مكان الشماعه بيعلم في البلوفر من هنا، او انك تعلقه على اي حاجه بالشكل ده. الطريقه الصح انك تعلقه بالشكل ده، البلوفر بالشكل ده، هتطبقه كده نصين بالشكل ده، زي ما انتوا شايفين. عمره ما هيقع ومفيش حاجه هتعلم فيه. او انك تطبقه بالشكل ده وتشيله في الدولاب عادي. دي كانت الطرق اللي بحافظ بيها على هدومي، حبيت اشاركها معاكم. ولو حد عنده طرق تانية ممكن يشاركها معانا في الكومنتات. وفي النهايه يا رب الفيديو يكون مفيد وعجبكم. اللي ما عملش لايك يعمل لايك، واللي ما اشتركش في القناه لحد دلوقتي يشترك ويفعل زرار الجرس. وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.